الحر ممكن يجيب جلطة. في البداية الجلطة هي تجمع دم بيتكون في مكان معين في الجسم، فبيسد مجرى الدم، وده بيمنع وصول الدم لأعضاء الجسم، فبالتالي هيحصل مشاكل كبيرة جدا. طب ليه الحر بيزود احتمالية وجود الجلطات؟ لأن الجسم بيخسر سوائل كتير في الحر، وبالتالي بيحصل جفاف، فبيزيد لزوجة الدم. ومن أهم أعراض الجلطة اللي لازم تاخد بالك منها ألم شديد أو تورم في الساق، احمرار في العضلة الأمامية في الساق، ضيق نفس مفاجئ. ولو لقيت أي عرض منهم لازم تعمل التحاليل دي في أسرع وقت ممكن. تحليل الدي دايمر هو تحليل بيقيس نسبة التجلط في الجسم، وزيادته ممكن تشير على وجود جلطة. تحليل السي بي سي أو صورة الدم عشان نشوف لو في خلل في عدد الصفائح الدموية. وعلشان نطمن أكتر ممكن نعمل تحليل السي ار بي الخاص بالميكروب والاي اس ار الخاص بالالتهابات علشان نشخص الوضع العام. وفي معامل صحتي هتلاقي الطاقم الطبي اللي يقدم لك التحاليل دي في أسرع وقت وأفضل نتائج وأعلى دقة بإذن الله. كان معاكم دكتور محمد مسعود، مدير معامل صحتي. أتمنى لكم حياة سعيدة.